هو ايه علاقة محمد علي بمسجد الفاروق عمر؟ القصة حصلت في ولاية نيويورك الأمريكية، وتحديدا سنة 1980. كان هناك شاب مسلم من الجاليات العربية المسلمة، وكان بيعمل عمل بسيط. حب ان هو يبني مسجد عشان ما كانش فيه مساجد في المنطقة اللي بيعيش فيها، وبدأ يطرح الفكرة على المسلمين اللي عايشين هناك، وبالفعل قدر يقنعهم. فبدأوا يجمعوا المال واشتروا قطعة أرض، وكانت في رحلة طويلة عشان يحصلوا على أوراق موافقة البناء من المجلس البلدي، وكان لازم ينجزوا البناء في وقت محدد. لكن الفلوس اللي معاهم كانت قليلة، وقدروا يبنوا حاجات بسيطة، لكن تم وقف البناء. فجالهم انذار بالإزالة لأنهم ما خلصوش البناء في الوقت المحدد. هنا بقى روح الشاب وهو بيبكي، وبالصدفة فتح التلفزيون وشاف محمد علي وهو بيساعد الناس، فقدر يتواصل معاه عشان يتدخل ويحل المشكلة. محمد علي تاني يوم دخل المجلس قبل الهدم بساعتين، وقدر يقنعهم بعدم الهدم. وكمان المسجد تم بناؤه على حساب المجلس، وكانت أول جمعة في المسجد سنة 1997.